كان في عصفورة صغيرة بتدور على شغل، وفعلا لقيت فلاح بيدور على حد يشتغل عنده عشان يدرس القمح بتاعه. العصفورة قالت له شغلني عندك. قال لها انتي تقدري ايه، انتي مجرد عصفورة صغيرة. قالت له جربني وانت هتشوف. قال لها طيب هجربك. اخدت العصفورة حباية القمح وقعدت درستها بالمزرعة بتاعتها وطلعت منها حباية القمح من القشرة. راح جه فار وراح اكل الحباية. قالت له لو سمحت ما تعملش كده تاني. وراحت جابت حباية قمح وراحت بالمزرعة بتاعتها خبطتها وطلعت القمح من القشرة. راح جه الفار واكلها. قالت له وبعدين؟ راحت ضرباه بالمزرعة على رجله. راح قال لها كده يبقى الحرب، بكرة هنتخانق انا وانتي. وتاني يوم جابت العصفورة اخواتها والفار جاب عيلته كلها، والموضوع كبر وبقت خناقة ما بين كل الطيور اللي بتطير وكل الكائنات اللي بتمشي على الارض. الامير قال لباباه بما انك يا ابويا هيعلنوك السنة دي ملك المخلوقات، لازم اروح احضر المباراة دي واشوف مين اللي هيفوز، الطيور ولا الكائنات اللي بتمشي على الارض. بابا قال له ماشي، لكن المسافة كانت بعيدة جدا. عقبالة ما وصل كانت اخر خناقة ما بين اخر خصمين، غراب كبير قوي وافعى كبيرة قوي. ولما وصل كانت الافعى لفة حوالين رقبة الغراب، والغراب بمنقاره بيعض في رقبة الافعى، وكانت الخناقة جامدة قوي، لكن كان باين ان التعبان هو اللي هيفوز. الامير ما عجبهوش الكلام ده وراح بسرعة مسك السيف وضرب التعبان ووقعه على الارض وموته في لحظة واحدة. الغراب فرح جدا واتبسط وقال له بما انك انت انقذتني انا لازم هديك مكافأة. تعالى هنا، حط ايدك على ظهري، حط ايدك على ظهري فوق جناحاتي وانا هخليك تشوف حاجات غريبة وعجيبة. الامير حط ايده على جناح الغراب. الغراب قال له غمض عينيك. غمض الامير عينيه. قال له شايف ايه؟ قال له انا شايف 7 جبال و7 وديان و7 بحيرات. قال له تمام. شايف ايه كمان؟ قال له انا شايف بيت جميل مبني على جبل. قال له تمام. قال له شايف ايه كمان؟ قال له شايف هناك واحدة كده، شايف غرابة. قال له برافو، الغرابة دي اختي، روح عندها وهي هتستضيفك استضافة كويسة. فعلا راح عندها في الرؤية وهي استضافته. قالت له انت شفت حد شبهي في المبارزة؟ قال لها ايوه. قالت له ده اخويا، اتفضل. وعزمته واكل وشرب واتبسط ونام وصحي من الرؤية. الغراب قال له تاني يوم تعالى عشان هوريك حاجة تانية كمان. تاني يوم جه الأمير. الغراب قال له نفس الكلام وشاف نفس الرؤية. وبعد ما خلصت الرؤية دي قال له تعالى لي تالت يوم عشان هديك المكافأة بتاعتك. راح الأمير تالت يوم عشان يقابل الغراب، لكن ما لقيش الغراب أبدا، ولقي ولد كده وسيم وجميل. سأله قال له انت ما شفتش غراب كان معدي من هنا؟ قال له انت عمرك ما هتشوف الغراب ده تاني، لأن الغراب ده هو أنا اتحولت لغراب بسبب لعنة واحد شرير لعني وحولني لصورة غراب، وانت اللي انقذتني، وعشان كده انا هديك المكافأة بتاعتك، خد. واداله سرة مربوطة او قماشة كده ملفوف فيها حاجة، وقال له خدها خليها معاك، روح بيها، والمكان اللي انت تحب انك تبني فيه قصرك افتح فيه السرة دي وانت هتشوف المفاجأة بتاعتي. قال له ماشي. أخد الأمير السرة دي وابتدى يمشي بيها راجع لبيت أبوه، والمسافة كانت بعيدة، وهو وماشي كان معدي جوه مستنقع، وبعدين حس إن الشيلة تقيلة عليه قوي. قال أنا لازم أفك الشيلة دي وأشوف إيه اللي جواها وهي تقيلة كده ليه. وجه في وسط المستنقع وراح فتح السرة دي وبص لقي فجأة في ثواني قصر كبير اتبنى وحواليه جنينة جميلة، لكن للأسف حواليه الدبان والحشرات عشان هو مستنقع. زعل جدا وقال يا ريتني كنت سمعت كلام الغراب واستنيت لغاية لما وصلت جنب أبويا في حتة أرض فاضية كان نفسي أسكن فيها، يا ريتني كنت استنيت، يا ريتني ما كنت فتحت السرة دي. وقعد جنب القصر وهو حزين مش عارف يعمل ايه. بص كده سمع صوت في الغابة، في واحد عملاق جاي وقال له ياه ايه المكان الوحش اللي انت اخترت انك تبني فيه قصرك يا أمير. الأمير قال له ده حصل كده بالصدفة، دي حادثة. العملاق قال له طب تعمل ايه لو ساعدتك ورجعت لك القصر بتاعك جوه السرة دي تاني؟ قال له انت تقدر؟ قال له ايوه اقدر. قال له طب اعملها. قال له ماشي، بس لازم تديني المكافأة بتاعتي، اول طفل ليك تولده انا هاجي اخده منك لما يبقى عمره 7 سنين، اوعى تنسى، لو انت نسيت انا هفتكر. الامير ما كانش مصدق ان العملاق يقدر يعمل حاجة. قال له طيب ماشي. العملاق في ثواني أخد القصر وحطه تاني جوه السرة واداهوله، والأمير أخد القماشة أو السرة بتاعته ومروح. العملاق قال له اوعى تنسى، لو نسيت أنا هفتكر.
راح الأمير مروح وراح عند قصر أبوه، وفعلا جنب قصر أبوه فتح السرة، بنى قصر جميل جدا. فتح باب القصر، راح لقي بنوتة جميلة حلوة جدا، قالت له تتجوزني؟ قال لها ياه، ده أنا اللي أتمنى إن أنا أتجوزك. وعملوا الفرح في الليلة دي واتجوزوا. ومرت السنين والأمير بقى ملك البلاد ومراته هي الملكة. وبعد 7 سنين لما طفلهم بقى عنده 7 سنين بالظبط، جه العملاق يخبط على الباب ويقول انت يا ملك، انت نسيت وعدك ولا ايه؟ انا لازم اخد طفلك ده منك، لازم تديهولي، يلا بسرعة نزلهولي. الملك كان نسي يبلغ مراته ويحكي لها الحكاية دي خالص، ولما حكى لها الحكاية الملكة قالت له انا هتصرف. راحت اخدت ابن الطباخ ولبسته ثياب ملكية ونزلته للعملاق. العملاق اخده ومشي بيه خطوتين في الغابة، وبعدين اداله عصاية وقال له انت يا طفل يا صغير؟ قال له نعم. قال له لو باباك معاه العصاية دي هيعمل بيها ايه بالظبط؟ الولد الصغير قال له لو بابايا معاه العصاية دي هيضرب بيها القطط والكلاب عشان ما تجيش ناحية اللحمة والفراخ والأكل اللي هياكله الملك. راح قال له يبقى انت بقى ابن الطباخ. وراح مسكه وراح رماه، ورجع على القصر يصرخ ويزعق ويقول انتوا فاكرين انكم هتضحكوا عليا؟ بسرعة ادوني ابن الملك، بسرعة ادوني ابن الملك، يا اما هخلي عليها وطيها، هخلي اعلى طوبة في القصر ده تبقى اوطى طوبة فيه. الملكة قالت للملك ما تقلقش، ابن كبير الخدم في نفس سن ابننا. واخدوه ولبسوه ثياب ملكية وادوه للعملاق. العملاق اخد ابن كبير الخدم ومشي بيه خطوتين في الغابة واداله العصاية وقال له لو باباك معاه العصاية دي هيعمل بيها ايه؟ ابن كبير الخدم قال له لو بابايا معاه العصاية دي هيضرب بيها القطط والكلاب عشان ما تقربش ناحية القصر ولا ناحية العفشة بتاعة الملك ولا ناحية الفازات بتاعة الملك. قال له يبقى انت ابن كبير الخدم. وراح مسكه وراح رماه وراح يزعق وكله غضب يزعق ويقول انا ههد القصر ده، انتوا لازم تنفذوا وعدكم ليا. ما بقاش قدام الملك والملكة حاجة غير ان هم يدوله ابنهم الصغير. راحت الملكة ودعت ابنها ولبسته وبعتته مع العملاق. العملاق أخد الولد الصغير وأخده معاه في بيته وكان بيربيه كأنه ابن ليه بالظبط. ومرت السنين والولد ده كبر. وفي يوم من الأيام كان الأمير بيتمشى جوه القصر أو البيت بتاع العملاق وسمع صوت جميل. راح طلع على السلالم وبص لقي أوضة، فتح الأوضة وشاف بنت جميلة هي اللي كانت بتغني. البنت بصت له وقالت له انت جاي هنا دلوقتي ليه؟ امشي دلوقتي وتعالى بعد نص الليل. الولد سمع كلامها وعند نص الليل خبط عليها الباب وقالت له انا بنت العملاق وانا معجبة بيك جدا وانا عايزة اتجوزك، ايه رأيك؟ قال لها يا ريت. قالت له بكرة ابويا هيعرض عليك الجواز بس من اخواتي الاتنين اللي اكبر مني، انت اقول له لا انا مش عايزة اتجوز الاتنين دول، انا عايزة اتجوز بنتك الصغيرة لان ابويا عايز يجوزني الواحد وانا ما بحبوش. قال لها ماشي. وفعلا تاني يوم حصل نفس الكلام ده، وبابا جاب له اخواتها الكبار وقال له اختار لك واحدة عشان تتجوزها. قال له انا عايزة اتجوز البنت الصغيرة. قال له انت شفتها فين؟ طيب انا هتصرف معاك، انا هتصرف معاك، انت عايز تتجوزها يبقى انت تنفذ اللي انا هطلبه منك. قال له ماشي. قال له تيجي لي تاني يوم على الاسطبل. الولد جاله على الاسطبل وقال له العملاق، قال له شايف الاسطبل ده؟ قال له ايوه. قال له الاسطبل ده بقاله 7 سنين ما تنضفش خالص، انا هطلب منك انك انت لازم تنضفه لغاية لما يبقى نضيف زي المراية. الارضية بتاعة الاسطبل مش عايز يبقى فيها ولا بقعة، عشان لو اخدت التفاحة الذهبية اللي في ايدي دي ورميتها عايزها تتدحرج اول الاسطبل لاخره من غير ما يبقى فيها ولا بقعة واحدة. الأمير ما كانش قدامه حل غير إن هو يوافق، وابتدى يشتغل وينظف ويحاول وينظف، وعلى الظهر اتملى وشه عرق وما كانش قادر يتحرك، تعب جدا. جات له بنت العملاق الصغيرة وقالت له تعبت قوي. قال لها أنا تعبت جدا. قالت له أنت لازم ترتاح. قال لها أيوه. قالت له اقعد طيب هنا ونام وأنا هحل الموضوع. قال لها أنا هعمل إيه؟ أنا كده كده هموت، أنا هاجي واستريح واقعد وانام. وقعد جنبها ونام. لكن لما صحي بص لقى الاسطبل نضيف جدا، وبص لقى العملاق جه. العملاق قال له ايه ده؟ الاسطبل نضيف، انت في حد اكيد ساعدك. تمام انا هتصرف، انت لازم تنفذ المهمة الجاية عشان اوافق ان انا اجوزك بنتي. الامير قال له تمام ماشي. تاني يوم اخده العملاق وقال له شايف السقف بتاع الاسطبل ده؟ قال له ايوه. انا عايز السقف ده تفرشولي كله بريش الطيور، بشرط ما تكونش فيه لونين ورا بعض زي بعض.
قال له ماشي. الأمير ابتدى يجيب السهام بتاعته والعدة بتاعته ويجري ورا الطيور، يحاول يصطاد الطيور بألوان مختلفة عشان يبطن السقف بتاع الاسطبل بريش الطيور، لكن ما قدرش. وعلى الظهر كده جت بنت العملاق الصغيرة وقالت له أنا شايفة إنك تعبان. قال لها أيوة، وما قدرتش أوقع أي طائر غير 2 من الطيور وهما نفس اللون، لون أسود. قالت له لا، انت تعالى استريح كده وما تخافش، الموضوع هيتحل. قعد جنبها ونام، وبعد شوية لما صحي ما لقاهاش، ولقى العملاق جه ولقى السقف فعلا مفروش بريش الطيور الملون. العملاق اتغاظ خالص وقال له في حد بيساعدك؟ انا هوريك. في قدام الباب الأوضة بتاعتي في شجرة كبيرة، شجرة طويلة جدا، ما بين أول فرع وما بين الأرض أكتر من 20 متر، وفوق خالص هتلاقي فيه عش لطائر نادر وغريب. العش ده فيه 5 بيضات، انا عايزك تطلع العش ده وتجيب لي ال5 بيضات دول عشان افطر بيهم الصبح. ابن الامير ما كانش قدامه حل غير ان هو يوافق. حاول ابن الامير انه يتسلق الشجرة دي، لكن الشجرة دي كانت مزحلقة وكانت طويلة، وكل ما يحاول يطلع يتزحلق تاني، معرفش يطلع خالص. بنت العملاق قالت له تعالى هنا انا هساعدك. قال لها طب اعمل ايه؟ قالت له انت عشان تعرف تطلع الشجرة دي مفيش قدامك غير حل واحد، انا عايزاك انك انت تقتلني وتطلع لحمي من عظمي، تاخد عظمي وتحطه على الشجرة زي ما يكون سلم، وتطلع تجيب البيض وتنزل. قال لها انت ازاي عايزاني اقتلك؟ ده انا بحبك جدا. قالت له انت لو ما قتلتنيش وما نفذتش كلامي ابويا هيقتلنا احنا الاتنين، بس عايزاك تفتكر حاجة مهمة، انت ونازل من على الشجرة لازم تحط رجلك على كل عظمة من العظم بتاعي، واول ما تحط رجلك على عظمة انت ونازل هتقع في ايدك تلمها وتاخدها، وانت ونازل العظمة اللي بعدها او السلمة اللي بعدها هتدوس عليها برجلك انت ونازل تاخدها في ايدك، اوعى تنسى ولا عظم. بعد ما تخلص كل العظم هترتبه على جنب النهر هنا، وبعد كده تحط عليه اللحم، وبعد كده تكب عليه مية من النهر، وساعتها هرجع زي ما كنت. قال لها ماشي، وفعلا راح قتلها وطلع لحمها بره عظمها، واخد عظمها وثبته على الشجرة وطلع عليه سلم، واخد البيض من اعلى الشجرة خالص، وهو نازل ابتدى يلم العظمة عظمة عظمة، لكن العظمة بتاعت صباعها الصغير كانت صغيرة خالص، كانت محطوطة من تحت خالص، ما شافهاش، ما خدش باله منها ونسيها على الشجرة. واخد كل العظم ورتبه وحط عليه اللحم وكب عليه مية من النهر، وراحت صحيت. اول ما صحيت قالت له انا مش قلتلك اوعى تنسى ولا عظمه؟ شايف اهو انا دلوقتي صباعي الصغير فين؟ انا كده هعيش طول حياتي من غير صباعي الصغير. يلا يلا بسرعه روح لابويا واديله البيض علشان يفطر بيه. راح اخد الامير البيض واداه للعملاق. العملاق ما كانش قدامه غير ان هو يلتزم بكلامه ويعمل الفرح. قال له استعد يا امير، النهارده بالليل هيكون فرحك على بنتي الصغيره. قالت له النهارده بالليل ابويا هيعرضنا عليك احنا التلاتة، وهيقولك اختار عروستك، هيكون ملبسنا كلنا نفس اللبس، تختارني انا الوحيدة من بين اخواتي اللي ما عنديش صباع صغير. الفرح كان كبير جدا، وكان فيه كل المخلوقات، وكان فيه اصحاب العملاق الكبار، وكانت هيصة ودوشة وموسيقى عالية جدا. لما جه الليل العملاق قال خلاص يلا يا امير خد عروستك وادخلوا بيتكم عشان تناموا. فين عروستك؟ ووراله ال3 بنات كانوا لابسين نفس الهدوم. قال له اختار يلا عروستك يلا. العملاق قال لهم خلاص يلا يا امير لازم تاخد عروستك، بس هي يا ترى انهي واحدة من ال3 دول؟ هم لابسين زي بعض بالظبط وانت مش هتعرفهم. راحت البنت العملاقة الصغيرة مطلعها ايدها، وراح بص وعرف ايدها من ما بين ايدين اخواتها، وراح اخدها من ايدها وقال هي دي عروستي. قال له العملاق ايه ده، انت عرفت تختار صح المرة دي، يلا اتفضلوا على بيتكم، اقعدوا ناموا هناك، ناموا في اوضتكم، لما تصحى هشوف انا هعمل ايه. دخل الامير وبنت العملاق اوضتهم. البنت قالت له ابويا مرتب لنا الشر، احنا لازم نهرب دلوقتي حالا. قال لها نهرب ازاي؟ قالت له احنا هنروح على الحصان الرمادي في الاسطبل وهنطلعه وهنهرب عليه، بس قبل ما نهرب لازم نعمل حيلة صغيرة عشان نعطل بابا. قال لها هتعملي ايه؟ راحت بسرعة، راحت على المطبخ وراحت اخدت تفاحة وقسمتها 8 حتت، حطت حتتين تحت المخدة، وحتتين تفاحة عند رجل السرير، وحتتين عند باب اوضة النوم، وحتتين عند باب اوضة المطبخ، وحتتين عند باب الشقة بتاعتهم، وهربوا. بعدين العملاق خبط عليهم الباب، ها نمتوا ولا لسه؟ ردت عليه حتة التفاح اللي عند المخدة، قالت له لا لسه شوية. استنى العملاق شوية وراح مخبط على الباب تاني، نمتوا ولا لسه؟
ردت عليه قطعة التفاح اللي عند رجل السرير. لسه شوية. بعد شوية خبط. نمت ولا لسه؟ ردت عليه حتتين التفاح اللي عند باب الأوضة. لسه. خبط تاني. ردت عليه قطعة التفاح اللي عند المطبخ. راح مخبط تاني. ردت عليه قطعة التفاح اللي عند باب الشقة. قالت له لا لسه ما نمناش. قال لا، الحكايه فيها ان انا لازم اروح اشوف بنفسي. وراح فتح الباب وبص ما لقاش حد. قال يبقى بنتي هربت ومعاها ابن الامير، انا لازم انتقم منهم. وراح بسرعه قعد يجري العملاق عشان يحصلهم. بنت العملاق حست بنفس ابوها بيجري بيلسع في ظهرها. راحت قالت لابن الامير بسرعه بسرعه ابويا بيجري ورانا، لازم نعمل حاجه. قال لها نعمل ايه يعني؟ قالت له حط ايدك جوه ودن الحصان واي حاجه تلاقيها ارميها وراك. حط ايده جوه ودن الحصان الرمادي، بص لقى في ايده حته خشبه صغيره. راح مسكها. قال لها انا لقيت حته الزعزوعه دي بتاعت النبات، انا لقيت حته فرع شجره صغير. قالت له ارميه. رماه. فرع الشجر الصغير ده كبر وكبر وبقى غابة كثيفة جدا، ما يقدرش أرنب إنه يعدي ما بين أغصانها. وصل العملاق للغابة الكثيفة، وبعد ما وصل عند الغابة حاول يعدي، معرفش يعدي والشوك جرحه. قال يوه لازم أرجع البيت وأجيب السكينة بتاعتي والسيف بتاعي علشان أقطع الشوك ده وأعمل طريق في الغابة. رجع البيت وأخد السيف وابتدى يقطع في الأشواك. ولما خلص الغابة وعدى الناحية التانية راح قال أنا هسيب السيف بتاعي هنا، لكن سمع صوت الهدهد بيقول لو سبت السيف بتاعك أنا هسرقه. قال يوه انت كمان هتعطلني، أنا أرجع السيف البيت تاني. رجع السيف البيت مكانه ورجع يجري بسرعة عشان يحصل بنته والأمير. لما وصل لهم بنت العملاق قالت للأمير، قالت له أنا حاسة بنفس أبويا بيلسع في قفايا، بسرعة حط إيدك جوه ودن الحصان وأي حاجة تلاقيها ارميها وراك. الأمير حط إيده جوه ودن الحصان وراح مطلع زلطة صغيرة. قالت له ارميها. رمى الزلطة الصغيرة دي كبرت وبقت عاملة زي الجبل من الصخر قوي جدا. العملاق بيجري بسرعة هوب وراح خبط في الصخرة العملاقة. قال انا ما اقدرش اطلع فوق الصخرة دي، انا لازم اهدها، لازم اجيب الشاكوش بتاعي والأدنة بتاعتي واحفر طريق في وسط الجبل ده. رجع البيت وراح جاب الشاكوش بتاعه والأدنة وابتدى يحفر جوه الصخرة دي طريق. ولما وصل لآخر الصخرة دي من الناحية التانية قال انا هسيب الشاكوش بتاعي وهسيب الأدنة وهسيب كل حاجة هنا. راح سمع صوت الهدهد قال له لو سبتهم انا هسرقهم. قال له يوه اسرقهم، انا ما عنديش وقت. وقعد يجري. بنت العملاق بسرعة حست ان ابوها قرب يحصلهم وقالت له انا حاسة بنفس ابويا بيلسع في قفايا، يلا بسرعة حط ايدك جوه ودن الحصان واللي تلاقيه ارميه ورانا. راح الامير حط ايده جوه ودن الحصان وراح مطلع ازازة صغيرة خالص فيها مية، ولما رماها ازازة المية دي بقت نهر كبير فصل ما بينها وما بين ابوها. وابوها العملاق بيجري بسرعة عقبالة ما خد باله ان الارض مشيت من تحت رجليه، كان في نص النهر وغرق في البحيرة دي ومات. وانتهى العملاق وهما وراجعين في الغابة رايحين ناحية قصر الامير. قالت له بص ابويا مات وما بقاش فيه خطر من ناحيته، لازم تفتكر قبل ما توصل للقصر بتاع باباك ما تخليش حد ابدا يبوسك، لو مامتك او باباك او اي حد باسك في وشك هتنسى خالص انك قابلتني او عرفتني. قال لها طيب ماشي. قالت له انا هستناك هنا علشان انت تمهد لهم. قال لها ماشي. قعدت الاميرة في الغابة والامير راح لقصر باباه ومامته، وهناك فعلا قال لهم محدش يبوسني ولا باباه ولا مامته ولا اي حد من قرايبه. لكن للاسف كان عنده كلب صغير والكلب ده كان بيحبه قوي، واول ما وصل البيت الكلب جري عليه وراح باسه في خده. راح الامير بسرعة نسي كل حاجة عن بنت العملاق، وراح باباه ومامته كمان جمعوا له عروسة عشان يتجوزها. بنت العملاق فضلت مستنية عند النهر، مستنية حبيبها لما يرجع لها، وهو مرجعش. الليل ليل عليها والوقت اتأخر. قالت انا هطلع فوق فرع الشجرة دي عشان انام، عشان احمي نفسي من الحيوانات المفترسة. وطلعت فوق فرع الشجرة اللي جنب النهر. كان ساكن قريب من النهر واحد جزماتي، كان ساكن هو ومراته وبنته. وقال لمراته قال لها روحي لنا بولاص المية دي علشان نشرب. مراته اخدت بولاص المية وراحت تملاها من مية من عند النهر. ولما وصلت النهر وبصت في المية لقيت انعكاس صورة بنت العملاق الجميلة. ولما شافت الصورة دي افتكرتها صورتها هي،
وقالت ياه ده انا جميله قوي واموره قوي، ازاي جوزي يعني يقول لي روحي هاتيلي الميه؟ ده المفروض هو يجيب لي مليون خدامه مش يعملني انا خدامه. ومسكت البلاص وراحت رمته وكسرته ورجعت البيت من غير ميه من غير بلاص. جوزها قال لها ايه ده فين الميه؟ قالت له اوعى تكلمني بالشكل ده، انا عمري ما هجيب لك اي حاجه تاني ابدا. الراجل استغرب وطلب من بنته، قال لها روحي انت يا بنتي املي لنا بلاص الميه عشان انا تعبان خالص من الشغل. راحت بنته عشان تملاله الميه وحصل معاها نفس الموقف، ورجعت البنت من غير بلاص ولا ميه. الراجل استغرب جدا، قال انا لازم اروح اشوف بنفسي ايه اللي بيحصل عند النهر وخلى مراتي وبنتي يتجننوا بالشكل ده. ولما راح وبص في الميه وشاف انعكاس صورة بنت العملاق الجميلة فهم كل حاجة، وقال لها انزلي يا بنتي من على الشجرة، انت هتباتي هنا في الغابة، تعالي باتي عندنا في البيت في مكان، وعشان افهم مراتي وبنتي على اللي حصل. واخدها وقعدها عنده في البيت وقال لها ان الامير هيتجوز. قالت له يا هيتجوز؟ قال لها ايوه، وانا مطلوب مني ان انا اصنع احذية جديدة عشان الحفلة بتاعتهم. قالت له انا لازم اروح احضر الفرح ده. قال لها ماشي تعالي معاه، واخدها معاه. ولما شافوها الحراس بتوع القصر وشافوا جمالها فتحوا لها الباب على طول ومرضوش يضايقوها. ولما وصلت في الحفلة هناك اول ما مسكت الكاس بتاع العصير راح طلع دخان من الكاس ده، والدخان ده طلع منه حمامة فضية وحمامة ذهبية، وطلعت 3 حبات من الشعير في وسط القصر. الحمامة الذهبية راحت تاكل من حبات الشعير، الحمامة الفضية طارت وراحت جنبها وقالت لها لو كنت افتكرتيني كنت اديتيني نصيبي، لو كنت افتكرتي انا عملت ايه علشانك، ده انا فقدت صباعي علشانك عشان اساعدك في كل المهمات الصعبة، لازم تفتكريني وتديني نصيبي. الامير قعد يفكر في كل الكلام اللي شافه وكل الكلام اللي سمعه، وقال اكيد المشهد ده حصل عندي في القصر عشان سبب. وقتها بس افتكر كل حاجة وحكى لأهله على كل حاجة، واتجوز الأمير وبنت العملاق.